سفاح الفنانين اللي مبارك بنفسه قال عنه لازم يتقبض عليه فورا، ده هيخلص على فنانين مصر واحد ورا التاني. السفاح ده خطط ان هو يقتل يسرا واحمد زكي وخلص على الفنانه وداد حمدي، لكن اللي حصل في نهايه قصته مفاجاه. تبدا الحكايه لما كان الريجيسير متى حنا باسيليوس واقف تحت عماره ساكنه فيها الفنانه يسرا، وكان بيحوم حواليها رايح جاي وفي جيبه سكينه مخبيها. متى وقف قدام العماره ساعات طويله مستني يسرا تنزل، لكن ما نزلتش. وقتها متى حس ان مفيش امل يخلص على يسرا النهارده، فبدا يفكر مين الفنانه اللي ممكن يقدر يوصل لها بسهوله. وفجاه جه في دماغه اسم الفنانه وداد حمدي. راح فورا مسك التليفون وكلمها وقال لها انا معايا دور حلو لحضرتك. وداد فرحت جدا لانها كانت بقالها فتره طويله مش بتمثل. تعالى أنا مستنياك في البيت. راح متى عندها الشقة وقعدوا يتكلموا عن الدور، وفي نص الكلام قال لها ممكن نروح الحمام. قامت الفنانة وداد حمدي بكل طيبة تجيب له فوطة من أوضة نومها، لكن أول ما دخلت الأوضة لقت متى وراها، فاتخضت وافتكرت إن هو عايز يتعدى عليها، فصرخت في وشه أنت بتعمل إيه؟ في اللحظة دي متى فقد أعصابه وطلع السكينة من جيبه ومسك وداد حمدي بالعافية وكتم صوتها وابتدى يطعنها بجنون. طعنها 25 طعنة، كل واحدة فيهم مليانة غل وحقد. وبعد ما خلص متى قعد يدور في الشقة على الفلوس اللي كان فاكر ان هي كتير، لكن الصدمة كانت كبيرة، مفيش غير 250 جنيه وراديو قديم. واخدهم فعلا ومسح الكوباية اللي شرب منها العصير وخرج وهو مصدوم من اللي حصل وانه ضايع حياته كلها عشان المبلغ ده. لكن اللي ما حسبوش متى ان اخته وداد اللي اسمها ليلى كانت عارفة ان اختها هتقابل متى عشان دور، ولما اتأخرت قررت تروح لها تشوفها. فطلعت العمارة لقت باب الشقة مفتوح والنور منور، دخلت بخوف لقت جثة وداد غرقانة بالدم. صرخت وبلغت الشرطة فورا. التحريات بدأت والنيابة رفعت البصمات، لقوا بصمة على الكرسي، فشكوا في الأول في قريب وداد لأنه كان مسجل خطر، لكن لما استدعوه واستجابوه طلع بريء. والقضية كانت شغلة الرأي العام وماشية في اتجاه مسدود لغاية ما ظهرت المفاجأة. شعرة واحدة كانت هي الدليل اللي قلب القضية كلها. الطب الشرعي لقى الشعرة دي بين صوابع وداد، ولما حللوها لقوا حمض النووي بتاعها مطابق مع حمض متى حنا بالظبط، وفعلا اتقبض عليه. والقضية وقتها عملت دوشة كبيرة والفنانين كلهم كانوا عايشين حالة رعب بسبب اللي عمله متى. الخبر وصل لحد الرئيس حسني مبارك اللي أمر بنفسه الداخلية والمباحث إنه يتقبض على متى فورا وإنه ما ينفعش يفضل حر، وقال لهم ده ممكن يقتل نص الفنانين. وفعلا خلال 48 ساعة الداخلية قبضت على متى. في البداية أنكر التهمة، لكن مع الضغط اعترف بكل حاجة وقال في اتحاد مفاجآت. قال أنا كنت شغال ريجيسير وعارف كل الفنانين وكلهم بيحبوني وبيعطفوا عليا، وكنت عملت مشروع فلست فيه ومديون ومحتاج فلوس، فقلت اروح للفنانين اللي ياما اتعاملت معاهم. وحكى ان هو فعلا راح لسهير رمزي عشان يستلف منها، لكن فعلا لما وصل لها البيت الطباخ قال له دي مش موجوده، ففهم متى انها بتكذب عليه وانها جوه. بعدها فكر متى انه يروح ليسرا، لكن البواب في العماره منعه يخش لها زي ما قلت لك. وقتها متى غير في خطته خالص وفكر في فنانه ممكن تقابله فعلا، وحط قايمه بالفنانين اللي عايشين لوحدهم ومعاهم فلوس، وكان اولهم احمد زكي. وفعلا راح له الفندق اللي مقيم فيه، لكن الامن منعه لان احمد زكي كان منع الزيارات بسبب حالته النفسيه السيئه. فجه في دماغه في القايمه وداد حمدي لانه كان عارف انها عايشه لوحدها، وخلص عليها زي ما قلت لك. وبعد 4 سنين من الجريمه اتنفذ في متى حكم الاعدام سنه 1998. وفي نهايه الحلقه، هل انت شايف فعلا ان متى حنا كان مجرم بالفطره، ولا الفقر والظلم هم اللي حولوه لسفاح؟ شاركونا برايكم في التعليقات، والعبكم الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.